نعمل الدقة بتاعتنا بقى. حطيناها ذرة، بس لازم تكون الذرة ناشفة. هنحطها بقى هنا ايه في الفرن زي ما انتم شايفين كده على نار متوسطة، ونبدأ نقلب فيها يمين وشمال كده لغاية ما الذرة تفشر. مش تفشر قوي زي الفشار اللي احنا متعودين عليه، بس هتعمل كده شكل فيها ابيض كده، وتبقى الذرة تتحمص ويبقى قلبها فاضي من جوه عشان نقدر ان احنا نطحنها. زي ما انتم شايفين كده هنحركها يمين وشمال لغاية ما تتحمص مننا. كده خلاص. زي ما قلت لكم ان احنا ما فشرناهاش، يعني ما تبقاش زي الفشار قوي كده، بس تكون قلبها فاضي عشان نقدر ان احنا نطحنها. هنا بقى عندك الكبة بتاعتك بقى، هتحطي فيها الذرة زي ما انت شايفاه كده. هنا اتحمص وبقى جميل جدا. هنحط بقى الملح حسب الرغبة. انا حطيت هنا حوالي معلقة الا ربع صغيرة على الكمية ديت، لان الكمية اصلا مش كبيرة. وهنحط حبة كمون، حوالي نص معلقة كمون او كده. طبعا هنا طحناها هي، بس هي لسه خشنة شوية. هنجيب بقى المنخل السلك بتاعنا ونحاول ان احنا نغربلها فيه كده عشان تبقى تنزل لنا الناعم ونطحن الخشن منها. هنا بقى هنحط باقي الخشن ونطحنه بقى. وده شكل نهائي ليها بقى، وطعمها جميل جدا. ممكن تاكليها بالبقسماط، بيبقى طعمها تحفة جدا ومفيدة كمان. والسلام عليكم ورحمة الله.